السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا من نفس المكان اللي انتهينا منه. هنا كاين أشجار الزيتون، كاين شجرتين عملاقتين. هنا هاد الشجرتين المنبع تاعهم يتسقاو دائما من البئر، لأنهم البئر راهم اللي شفناه من قبيل، اللي قلت لكم قديم، عنده قرنين أو أكثر من عهد النوميدي. يعني هامليك البئر اللي خليناه. هاد الشجرتين السقي تاعهم يعتمد فيه على هاد البئر هادية. شجرتين الزيتون كذلك قدم كتير كتير. يعني منظر جميل جميل جدا. يعني هنا في هذا المكان هذا كان يغرس بعض كما يقولوا الخضر، كانت هنا تغرس. هنا هاد المكان هنايا، هاد البلاصه هادية كانت مخصصه دائما، يخصوها هنا اصحاب القريه اللي كما نقولوا حنايا العشب اللي ياكلوه الاغنام، يعني الكباش اللي هو القرد. يعني هذه تشوفها قبل العيد تصبح كلها صفراء، تشوفها يعني من بعيد كلها صفراء. دائما تروح لزراعه القرد هذا اللي نتكلموا عليه، الى جانب هذه الاشجار تاع الزيتون الضخمه. هذه كلها هنا اصحابها، اصحاب المنطقه هذه، اللي هي كان عندنا هذاك المنظر يعني الجميل للطبيعه. يعني ما شاء الله. هنا عندنا هذا كما نقولوا هنا هذا المكان كذلك اشجار، اغلبيتها اشجار الزيتون، اللي هي كذلك القرط. ولا كنت تشوفوه معايا القرط، ها مازال هيك كمات او كميات من القرط هدايا. اشجار الزيتون فيها كثير، المكان هذا يعج بها. هيك كاين هاني نشوف بيوت النخيل، ان شاء الله نخصوا لهم، ان شاء الله نخصوا لهم زياره باذن الله. كما قلت هذا المكان كان للقرط، هيك كذلك في شيء بعيد كذلك كان كله مخصص للقرط، الغذاء تاع الكباش. عندنا هاد الاشجار شجيرات هذه الصغيره هذه، هذه الشجيرات الصغيره هي شجر الخوخ والمشمش مخصصه لها. وكذلك هنا عندنا الجبال، كل قطعه مخصصه لزرع شيء ما. نشاهد من بعيد البقره، يعني كاين هنا ابقار، ان شاء الله نزيدوا نتوجهوا للمكان في الايام المقبله وين نصيبوا مجموعه من الابقار. الاطفال يحبوا كثير هذه المناظر، يعني حتى احنا الكبار، خاصه اني كما يقولوا عيتنا شويه للمدينه خلال العام الدراسي. يعني الانسان يتعب من حركه المرور ومن العمل اليومي والمواظبه اليوميه تلك، والبرنامج اليومي اللي يتعاود دائما بنفس الوتيره. يعني تعتبر هذه المناظر تحفه، ويعني تصنع الفرحه والراحه في نفوسنا. هذا هو المكان اللي صرناه في هذه الأمسية هذه. أتمنى راكم تستمتعون معي فيه وبه، بهذه المناظر. يعني نحاول نزيد ندلنا شوية هنا، على ما أظن أن الأهل يقولوا لي أنها من هنا طريق، يقولوا له طريق الواد. نتجهوا هكا نشوفوا يعني الزرع من اسفل، من سفح الجبل حتى اعاليها، كل اراضي مخصصه للزرع، كلها مخصصه للزرع. يعني ما كاش البيوت هنا متفرقه، حتى يعني اهاليها ما كاش الناس الدخيله والبراويه كما يقولوا، دمهم منهم ليهم كما يقولوا. وبالتالي يعني البيوت ما كانش كتير. المناطق الأخرى كلها مخصصة للزرع بكل أنواعه، يعني منطقة زراعية 100%. هذه الجبال اللي محاطة بها، هنا السكان يكونوا بعاد، وهما رغم أن بعدهم لكنها كلهم من نفس العائلة والاسم واحد. يعني هذه هي المروج الجميلة. نقول لكم استودعكم الله. نحاول انني نلتحق بغروب الشمس، نحاول اننا نصوروه، نحاول اننا نصوروا غروب الشمس اليوم ان شاء الله، اللي راح يكون بعد دقائق فقط. اتمنى انكم تكونوا قد استمتعتوا معي بهذه المناظر.
إن شاء الله نتلاقاو في فيديوهات أخرى. ما دمت متواجدة هنا هذه الأيام، إن شاء الله كل شيء أراه، كل شيء أعجب به سوف أرسله لأحبابي وأصدقائي ومشاركي على القناة. دمتم بألف ألف خير. إن شاء الله نلتقى في فيديوهات أخرى. شكرا لكم على المتابعة، ودمتم بألف ألف خير.